بسم الله. النهارده هعمل لكم احلى بشر ليمون واسهل بشر ليمون من الليمون القضاليا. اسهل طريقه لبشر الليمون واوفر طريقه واكبر كميه هتطلع لكم منه، هتقعد عندكم فتره طويله جدا في الفريزر. اول حاجه نجيب الليمون هقشره، بعدين هقشره بالشكل دهوت، وهقول لكم هعمل فيه ايه بعد ما اقشره. دلوقتي بعد ما قشرت الليمون اهوت، الليمون ما شاء الله كميه حلوه قوي. هعمل فيها ايه دلوقتي؟ انا هروح جايه مخرطاها حتت صغننه كده، مخرطاها حتت صغننه كده بالسكينه او مكسراها بايديا، السهل ليا اعمله عشان احطها في الفريزر تتجمد. وبعد ما تتجمد هاخدها اطحنها قدامكم واشوف هنعمل فيها ايه. ده بالنسبه لقشر الليمون. طب بالنسبه لليمون نفسه اهو يا جماعه، شايفين كميه قد ايه؟ ما شاء الله. دي في حالتين، يا تعصرها بالعصاره مباشره وتحطيها في مكعبات تلج. انا بالنسبه لي اسهل لي هضربها في الخلاط وهصفيها واحطها في مكعبات تلج واعبيها بعد كده في كيس نضيف، تبقى موجوده عندي طول رمضان كعصير ليمون لما اجي استخدمها في اي حاجه هستخدمها. انا دلوقتي هعصر ديت في الخلاط واحطها في مكعبات وبوريكم الخطوه ديت. وهنا هو دلوقتي هبتدي هشتغل في عصير الليمون دوت. اعمله كده كده او بالسكينه اسهل كده، الاسهل لك، وهشيله الفريزر لما يتجمد. ودلوقتي الخطوه اللي جايه، دلوقتي يا جماعه بعد قشر الليمون محطوط الفريزر وبقى متجمد، سيبته فك شويه صغيرين كده عشان اقدر اطحنه في الخلاط. طبعا لو عندك كبه يبقى احلى. انا هعمله في الخلاط قدامكم وهتشوفوه. هعمل اهو يا جماعه بعد ما اتعمل اهو يا جماعه بعد طحنه هتشوفوا عمل ازاي. ما شاء الله عليه، ما شاء الله. انا هنا بقى دلوقتي مش هطحن كل الكميه دي وهحطها دلوقتي في برطمان كبير واوريها لكم واكلمكم عن استخداماته المتعدده. وده يا جماعه بعد ما ضربته في المطحنه ريحته مغرقه المطبخ. استخداماته كتيره. دول 2 كيلو ليمون، قشر ليمون، وكنت خدت منهم شويه كمان استخدمتهم قبل ما اصور لكم. هنا هوت دول كلهم ب10 جنيه. عملت منهم عصير ليمون مكعبات سك وشلتهم في الفريزر وعملت لكم فيديو بيه، ودوت بقشر الليمون. طب ده استخداماته في ايه؟ ده بقى انصحكم بيه لما تيجي تعملوا بط في الفرن، تمسكوا البط ده تدعكوه جامد قوي قوي بالليمون قبل ما تحشوه بقى بالفريك وكده وتدخلوه، بيخلي طعم البط رائع. والفراخ المشويه طبعا واكلات كتيره بقى. وانا كمان بحطه في صابون المواعين، بحطه لما بغسل الفراخ بنقع الفراخ فيه هي وشويه ملح كده، بنقع الفراخ بتبقى جميله قوي قوي. بس لما اجي انضفها بشيل بقى الفرافيت ديت منها، خدوا بالكم من كده. واستخداماته كتيره جدا واحنا عارفينها على فكره. ودي كلها ب10 جنيه، تقعد عندك في الفريزر وفي الثلاجه تستخدميها الى ما شاء الله. وجربوه يا جماعه وان شاء الله يعجبكم، والى اللقاء.